يبقى احنا هنا عندنا بنتكلم مع حضراتكم في نظريه معينه اسمها نظريه المنفعه. عندي نوعين من المنفعه، منفعه كليه ومنفعه حديه. علشان نفهم المعنى لازم نفترض افتراض معين، ان احنا صايمين وعطشانين جدا ودخلنا على ترابيزه مليانه كوبايات ميه. احتياجي لاول كوبايه عالي ولا قليل؟ عالي جدا. احتياجي للثانيه بيقل، الثالثه بيقل، الرابعه ممكن ينعدم، ممكن اكون شبعت. امتى تحس ان مفيش منفعه؟ لما تبقى شبعان. انا دلوقتي شبعان جدا وجي حد جاب لي سندوتش كلته تفاصيل، لكن مفيش منفعه حصلت عليها لان انا مش عندي احتياج. المنفعه الحديه بنلاقيها ان هي بتبدا معايا برقم كبير وتقعد تقل لحد ما توصل للصفر، وكمان تروح للايه؟ للسالب. يعني ايه السالب؟ انا بعد ما شربت الكوبايه رقم 4 وحسيت انا قد ايه شبعت وما عنديش احتياج لاي حاجه، اتفصت وشربت كوبايه كمان نقلوني على المستشفى. اذا بدل ما هي منفعه بقى ضرر. اذا المنفعه لما تبقى بالسالب ما يبقاش اسمها منفعه، يبقى اسمه ايه؟ ضرر. صح ولا لا؟ طيب دي كده نظريه المنفعه الحديه. تعريف المنفعه الحديه هي المنفعه التي يحصل عليها الفرد عند استهلاكه لاخر سلعه. احنا بنسمع ان الواد ده جامد اخر حاجه. اخر حاجه، الواد ده حدي. خلاص حط في دماغك بقى كلمه اخر حاجه يعني حدي، علشان احنا لسه هناخد حاجه اسمها الانتاج الحدي وهناخد حاجه اسمها التكلفه الحديه لسه في المنهج. فكلمه حدي مرتبطه بالاخر، الحدي ده اللي قاعد في الايه؟ في الاخر. يبقى المنفعه الحديه هي منفعه اخر وحده. اخر ايه؟ طب صلي على رسول الله. لو انا جيت جمعت المنافع الحديه دي، يعني لو انا شربت كوبايه وحققت 20 والتانية حققت لي 15، يبقى من كوبايتين بطني اتملت ب 35. طب لو 3 كوبايات هشوف التالتة هتضيف لي كام؟ تضيف لي 10، يبقى 45. طب لو الكوبايه الرابعه مش هنضيف لي حاجه، هنلاقي ان دي 45 برضو. الحق ده انا عندي حاجه اسمها المنفعه الكليه بتثبت. شايفين الرقمين دول؟ هي بتبدا صغيره وتزيد تزيد لحد ما يحصل لها ثبات، ثم بعد كده تقل. الارقام اللي هنا دي والرسمه اللي هنا دي ما بتجيش في الامتحان. اللي بيجي في الامتحان المعاني. ايه معنى المنفعه الكليه؟ المنفعه الكليه هي مجموع كليه، كلهم مجموع المنافع الحديه اللي بيحصل عليها الفرد طول ما هو عمال ايه؟ يستهلك 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 يستهلك. طيب المنفعه الكليه دي لو خدنا رقمين منهم وطرحناهم، يعني اي رقمين متتاليين زي 45 و45 لو طرحناهم يدوكوا ايه؟ 45 و45 لو طرحناهم يدونا ايه؟ 45 و45. رقمين زي بعض لما طرحناهم يدوني ايه؟ صفر. عايز اقول ان المنفعه الحديه دي اللي هي الصفر دي يمكن الوصول اليها عن طريق طرح منفعتين كليتين متتاليتين. لو انا عندي حاجتين كليتين متتاليتين وطرحتهم يدوني المنفعه الحديه. وده التعريف الثاني، الفرق بين منفعتين كليتين متتاليتين، او ممكن نسميها مقدار التغير. مقدار التغير. تقدر تقول لي ال 35 دي اصلها كان كام؟ 20. طب مقدار التغير قد ايه؟ يبقى ال 15 دي تسمى مقدار التغير. ال 15 دي هي المنفعة الحدية. المنفعة الحدية هي مقدار التغير في المنافع الايه؟ الكلية، نتيجة ان انا استخدمت سلعة اضافية. يعني انا كنت بستخدم سلعة واحدة محقق 20، لما خدت واحدة اضافية حققت 35، فالتغير عندي 15. يبقى ال 15 دي اللي هي المنفعة الحدية تعريفها ايه؟ هو مقدار التغير بين المنافع الكلية نتيجة إضافة وحدة واحدة. لو أنا خدت المنفعة الحدية أعمل لها رسمة هبص ألاقيها إن هي إيه؟ تعالوا هرسم لكم الرسمة دي تاني. صلى على رسول الله. تعالى نرسم المنفعة الحدية عاملة إزاي؟ بادئة برقم كبير وبتقل تقل تقل، تيجي عند الصفر ثم تروح للسالب. يبقى هي تتناقص ثم تصل للصفر ثم تصل للسالب. صح؟
صح. طب المنفعة الكلية عاملة ازاي؟ قال لك لا، المنفعة الكلية مش عاملة كده. المنفعة الكلية بتزيد تزيد تثبت تقل، تتزايد ثم تصل إلى أقصى نقطة ويحصل لها ثبات ثم تبدأ تقل. تتزايد، تصل لأقصاها وتثبت ثم تقل. بس أنا عايز أقول لك إن هي بتزداد بحاجة اسمها معدل متناقص. بتزداد بحاجة اسمها معدل متناقص، وده سؤال في الامتحان. يعني يجي سؤال في الامتحان يقول لك إيه؟ يقول لك تزداد المنفعة الكلية في البداية بمعدل نقط، فتقول لي بمعدل متناقص. هفهمك انا ايه موضوع المعدل المتناقص والمعدل المتزايد، هشرح لك دي، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. دلوقتي هي كلمة حفظ. دلوقتي هي كلمة حفظ، هبقى اقول لك معناها والله كمان 3 4 دقايق. نرجع لموضوعنا الرئيسي. ما العلاقة بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية؟ تبدأ العلاقة من نقطة الثبات. بنقول ان الخط المقطع ده اسمه خط الاشباع. يعني ايه كلمة الاشباع؟ انا شبعت خلاص. لما انا شبعت تبقى منفعتي الكلية وصلت لايه؟ لاقصاها. ومنفعتي الحدية اللي هي الاستفادة من الاشياء بقت صفر. عارف انت لما يكون انت شبعان قوي وفي ايديكي، وبلاش في ايديكي، وواكله اكله خارجه من فرح، واكله اكل وجيت واحده صاحبتك معاها طبق كشري، هتبقى انت عايز تاخدي منها معلقه؟ ردوا عليا يا جماعه. خلاص انا شبعانه، مش هستنفع حاجه. المنفعه اللي جايه لي من المعلقه بتاعت الكشري هتبقى صفر، لان انا بحس باشباع. منفعتي الكليه وصلت لاقصاها، مش محتاج حاجه. الكلام اللي في الحياه خدوه وعملوه علم. فانا عشان افهمك العلم لازم ارجع لك للحياه عشان تعرف ايه اللي كان بيحصل في الحياه وودوا العلم في ايه. قالوا ان لو واحده صاحبتي معاها طبق كشري مش هقدر اكل منها عشان شبعان، الشبع عندي وصل لاقصاه، لا يوجد منفعه من هذه المعلقه. صح؟ يجي سؤال في الامتحان يربط بين المنفعه الكليه والمنفعه الحديه. ممكن في الامتحان يسال على تعريف الحديه، تعريف الكليه، سلوك الحديه، سلوك الكليه. دي كده 4 اسئله، وفي سؤال خامس، الربط بين الحديه والكليه. اجي اقول لك عندما يزداد الكلي تقول لي يتناقص الحدي. عندما يكون الحدي يساوي صفر تقول لي يثبت ويصل الى اقصاه الكلي. عندما تكون الحديه سالبه تقول لي يتناقص المنفعه الكليه. كل سنه الاسئله دي بتيجي في الامتحان. طب صلي على النبي. انا خدت، اسمك ايه؟ خدت زياد يشتغل معايا. اول يوم يشتغل معايا اديته 1000 جنيه اول شهر. الشهر اللي بعديه اديت له 3000 جنيه. الشهر اللي بعديه اديته 10000. الشهر اللي ما تركزش كده، بدي مثال. الشهر اللي بعديه 50000 جنيه. الواد ده بيزيد ولا ما بيزيدش؟ خدت مريم شغلتها معايا اول شهر اديتها 1000. تاني شهر اديتها 3. تالت شهر اديتها 4. رابع شهر اديتها 4200. البت مريم بتزيد ولا ما بتزيدش؟ بس ده بيزيد بمعدل متزايد، وده بيزيد بس بمعدل عارف انت لما ما تزيدش قوي اسمك بتزيد بس مش قوي، ده اسمه بيزيد بمعدل متناقص. عارف اللي بيزيد زياده اوفر ده اللي بيزيد بمعدل متزايد. وعشان تفهم موضوع كلمه معدل متزايد ومتناقص تعال اقول لك هو الفرق ما بين ده وده زاد قد ايه؟ وهنا زاد قد ايه؟ وهنا زاد قد ايه؟ ملاحظ ان هذه الارقام طول الوقت بتزيد او ده معدل الزياده. معدل متزايد ولا متناقص؟ عايز تفهم قوي بص هنا، ده زاد قد ايه وده زاد قد ايه وده زاد قد ايه؟ بيزيد بس معدل التزايد ايه؟ متناقص. اهي المنفعه الكليه بتزداد بمعدل ايه؟ متناقص. ركز كده. الفرق ما بين 20 و35 كام؟ وما بين 35 و45 كام؟ ومن 45 ايه ده متناقص ولا متزايد؟ يبقى انا فهمتك يعني ايه بزيد بمعدل متناقص، واحفظها بعد ما فهمتها لك حفظ
جايه والله في الامتحان، طالما جايه لازم اقعد اكد عليها كده. طب ناقص لي ايه في الباب ده؟ خلي بالك الباب ده في الكتاب حوالي 6 صفح، ولكن والله العظيم دش ورغي، حواديت حواديت. يعني عارفين موضوع كوبايات الميه؟ الدكتوره شرحها في الكتاب بس على هيئه تفاحه. وان قام احد الافراد باكل تفاحه فالتفاحه الاولى منفعتها كبيره، واذا عزم عليه بتفاحه اخرى فالمنفعه. انا بقى خدت موضوع التفاح ده ركنته وجبت بقى رمضان وترابيزه وكوبايات وحركات وكده، ماشي. طيب الفصل ده فيه ايه تاني؟ في حاجه اسمها ما هي الافتراضات لهذه النظريه. النظريه دي يا جماعه ليها استثناءات. يعني ايه ليها استثناءات؟ يعني مش بتطبق على كل حاجه. هديك مثال. في ناس مجانين بالتحف. المفروض انه لما يجيب تحفه غاليه المنفعه الحديه بتاعته تقعد تتناقص، ان هو خلاص انا اشبعت رغباتي وجبت تحفه غاليه. يقول لك لا، الناس اللي بتسعى الى التفاخر لا ينطبق عليها قانون تناقص المنفعه، بل بالعكس، لما بيجيبوا تحفه غاليه بيبقوا عايزين يجيبوا الاغلى منها. طبعا احنا الناس دي ما بنتكلمش معاهم بقى، دول اسمهم ايه؟ دول بتوع سلع التفاخر، دول اغنياء موت. ما بيقعدوش يفكروا انا هصرف ايه ويجي لي ايه والمستقبل، لما معاهم فلوس ما بيفكروش في المستقبل. فهو لما بيجيب تحفه غاليه جدا تلاقيه عايز يجيب الاغلى منها. تلاقي العربيات رفعت فتلاقي محمد رمضان نزل يجيب العربيه الاغلى، فنزل عربيه احدث فجاب منها 2. فهو بيسعى الى التفاخر. الناس دي لا ينطبق عليها قانون تناقص المنفعه. حاجه كمان، البخيل موت لا ينطبق عليه قانون المنفعه. حاجه كمان وحاجه مهمه جدا، الباحثين والعلماء. المفروض ان انا باحث علمي وصلت لنظريه اشبع بقى، لا، ده بتبقى نقطه البدايه. ده انا لو ربنا فتحها عليا واكتشفت نظريه هبقى عايز اكتشف 10، ولو اكتشفت 10 هبقى عايز اكتشف 20، ومنفعتي بتزيد. احنا بنقول ان المنفعه طول الوقت بتتناقص تتناقص تتناقص. المنفعه الحديه انت شايفها بتتناقص، صح؟ المنفعه الحديه الا هنا، الا الاستثناءات دي، دول المنفعه عندهم بتزيد مش بتقل. الناس دي المنفعه الحديه عندها بتزيد، كل ما يحقق حاجه بيبقى عايز يحقق الاعلى منها، وبعد ما بيحقق نجاح بيبقى عايز يحقق النجاح الاعلى منه. وبالتالي نقدر نقول في الامتحان ما هي استثناءات قانون المنفعه؟ 3 حاجات: الباحثين العلماء، وجامعي التحف، والبخلاء. طب يا استاذ ايه هي الافتراضات اللي لازم تبقى موجوده في الحاجه علشان ينطبق عليها قانون تناقص قانون تناقص المنفعه؟ صلى على النبي. انا لو قدامي خروف كبير مش هعرف احقق المنفعه الحديه، لان انا هتعامل معاه ان هو وحده واحده كبيره مش هلحق اخلصها، ولكن انا لازم اقطع الحاجات الكبيره لقطع صغيره قطع صغيره قطع صغيره، وكاني جبت الخروف رحت مقسمه 100 قطعه متساويه وبقى قدامي ال100. هاخد الاولانيه هبقى جعان جدا، الثانيه اقل، الثالثه اقل، الرابعه اقل، الخامسه مش هقدر اكلها والله، لا خلاص شبعت، مفيش منفعه، مش هستفاد حاجه. إذا يجب تقسيم القطع الكبيرة إلى أجزاء صغيرة، ويجب أن تكون متماثلة. يعني إيه متماثلة؟ ما كانش ينفع وأنا برسم الرسمة هنا أعمل كوباية كبيرة وكوباية صغيرة، لأن أنا ممكن الكوباية الكبيرة لو كانت الكوباية الأولانية وشربتها أشبع من أول كوباية ومحتاجش أشرب تاني. فعشان كده بنقول يجب أن تكون الكوبايات متجانسة. يعني إيه متجانسة؟ متماثلة، شبه بعض. ما ينفعش يكون فيهم واحدة ساقعة قوي وواحدة عادي، لأن الساقعة قوي دي هتخليني أشبع بسرعة وهتقفل لي بطني. لازم كلهم يكونوا متجانسين، نفس درجة الحرارة كمان. انسى الأمثلة وانسى الشرح ده للتوضيح عشان تقتنع بالأشياء، عشان يبقى سهل عليك تحفظ. اللي أنا عايزه منك تحفظ حاجة بس، إيه هي؟ أن تقسيم الوحدات لقطع صغيرة يمكن قياسها، ويجب أن تكون متجانسة متشابهة. لازم ذوقي يبقى ثابت ويحصل عندي تتابع بدون راحة. لازم أفهمك موضوع التتابع اللي بدون راحة ده. تعالى معايا على الترابيزه كده، اتفضل تعالى. انا بس اللي هشرب، ماشي؟ تخيل كده انا شربت الكوبايه الاولانيه وقعدت 6 ساعات، وجيت اشرب الثانيه، احتياجي للكوبايه الثانيه هيبقى عالي برضو زي الاولانيه، لان انا خلاص عطشت. فسبتها واستنيت 8 ساعات وجيت اشرب تاني، احتياجي هو. ايه ده يا استاذ، هو الاحتياج ما بيقلش ليه؟ هي المنفعه ما بتقلش ليه يا موكوس؟ ما انت خدت بريك. عايز تطبق قانون المنفعه؟ واحنا قاعدين على السفره كلت قطعه لحمه
كلت واحنا قاعدين على السفره معلقتين رز وهرجع للقطعه الثانيه، زي هنا بالظبط. هشرب الكوبايه، يا ماما انت فين يا ماما؟ ماما ما بتردش. يا ماما الكوبايات دي بتاعتي لوحدي ولا بتاعت ماما؟ ما بتردش. ماما انت بتصلي؟ الله اكبر، فهمت يا ماما، انا شربت 3 كوبايات وشبعت. ايه اللي حصل هنا؟ قانون تناقص المنفعه اتطبق علشان انت ما كانش عندك راحات، كان عندك تتابع. الا يوجد اوعى يوجد فارق زمني بين استخدام سلعه واخرى. الا يوجد فارق زمني بين استخدام سلعه واخرى. دي اسمها افتراضات المنفعه الحديه والمنفعه الكليه. لازم تبقى عارف الافتراضات، لازم تبقى عارف الاستثناءات، لازم تعرف سلوك الاول سلوك الثاني، لازم تعرف العلاقه ما بين الاثنين ببعض، لازم تعرف تعريف المنفعه الحديه الاول والثاني والثالث، ولازم تعرف تعريف المنفعه الكليه. اخر سطر عندي بيقول لك ازاي المستهلك اللي هو انا وانت نبقى سعداء. توازن يعني سعيد. افتكر تملي ان التوازن، اصل التوازن ده احنا هناخد باب كامل للتوازن. توازن المستهلك هنا مش مقصود بيه اي حاجه غير انه يبقى مبسوط. كتب الاقتصاد عملت حاجه اسمها عايز تبقى مبسوط. طب انت هتشتري كام سلعه؟ توازن المستهلك في حاله شراء سلعه واحده. بصوا يا جماعه، الصراحه انا كل الفلوس اللي معايا هنزل اشتري بيها حاجه واحده بس. امتى ابقى مبسوط؟ لو انا دفعت الفلوس دي في ثمنها في حاجه ليها لازمه. ما تضحكش عليا. يعني انا كل الفلوس اللي معايا هنزل اجيب بيها بلاي ستيشن. فانا معايا 20000 جنيه، نزلت بكام ده يا عم؟ ب 20000 جنيه اشتريته. جيت سالت عليه مصر كلها لقيته ب 20200 وب 20400 وب 20، ما لقيتش اقل. فاذا انا هبقى سعيد ولا لا؟ هبقى حاسس ان حد ضحك عليا؟ اذا يتوازن المستهلك عندما يتساوى ميم ح للسلعه مع سعرها. ايه ميم ح ده؟ المنفعه الحديه. عندما تكون المنفعه مساويه للسعر هيحصل ايه للمستهلك؟ امتى تيجي الدرس هنا وتبقى متضايق؟ انا جيت دفعت 500 جنيه وما استفدتش اي حاجه، فانا مش سعيد، انا ما عنديش حاله توازن. طب لو انا جيت دفعت 500 جنيه وده ادوني الامتحانات، ده الناس دي عملوا معايا كل حاجه، ده شرحوا لي وعملوا لي ده زي الجامعه بالظبط، ده يا ريت الجامعه تبقى ايه ده؟ انت ليه بتقعد تقول الكلام اللي زي ده؟ لان انت حسيت ان انت دفعت مبلغ خدت بيه منفعه. اذا انت متوازن ولا لا؟ خلاص شرحت لك كتير. احفظ بقى، توازن المستهلك يبقى سعيد لو المنفعه قد السعر. قشطه، خلصت المنفعه. تيجي نحل اسئله النهارده على الدرس ده. يلا افتح الورقه